مشكلتنا الرئيسية مع البلدان اللي مصنعة للعسل الصناعي. تشرط شروط. أشهر دولتين الصين والهند. هذول الدول أنت كتاجر تروح للصين، أول ما يشوفك تبغى عسل يقول من أي دولة أنت؟ ليش في عسل مصنف؟ لا، مو هو مشكلته العسل، مشكلتهم هناك مصنفين الدول على قوة المختبرات الداخلية. فيعرف السعودية وش محتوى المختبرات اللي عنده، وش أعلى جودة بالمختبرات عنده، وبناء عليه يبيع لك العسل. العسل هذا مواصفاته مواصفات العسل الطبيعي تماما، ويجي لمختبراتنا بكافة أنواع، سواء التابعة لهيئة الغذاء والدواء ولا المختبرات المعتمدة الداخلية، ويمر عليه ويحللونه يقولوا لك مجاز، رغم أنه مبصلي، رغم أنه ما نزل على نحل صناعي. سكر بغض النظر وش محتواه، وجليكوز فركتوز، احترافية بالتصنيع. دول العالم كلها تعاني من القضية دي. دول العالم ما عنده مشكلة بعضهم، لأنهم يصنفون العسل على أنه مادة كربوهيدرات وسكريات مثله مثل أي مادة حلوة تستخدمه أنت كأكل. المشكلة عندنا بالسعودية حنا ننظره من منظور طبي، منظور استشفاء. هذه هي القضية الكبيرة. حنا كشعب نتحسس من الموضوع ذا، وتأثرت الناس لأن أغلب اللي يستهلك العسل عندنا مرضى. الأعسال الصناعية ذي ما قدرت عليها المختبرات، لذلك لو تشوف العروض يتحدى يقول 5 مليون لمن يثبت أنه غير طبيعي. ليش؟ أخذ الضمان من هناك، وفعلا اشترى البضاعة. التاجر يقول لا تدفع لين يدخل مستودعك. يدخل المستودع ود لي مختبر ويجتاز. هذه قضيتنا احنا. الأداء بالمختبرات عندنا سليم 100%. يعني تكون أكبر مشكلة عندنا بالمستورد، العسل المستورد الغش الداخلي. أقول لك بصراحة المختبرات عندنا قادرة عليه لأنه بدائي. وهذا اللي يقول عنه الدكتور إبراهيم، إن كان مخلوط، إن كان مغذى سكر، إن كان جلوكوز جاي وحاط عليه